ابني بيسمع كلامي بس ما بينفذش منه أي حاجة. يا ترى ده عناد ولا تجاهل؟ المشكلة يا جماعة دي بتقابل جميع الآباء والأمهات، والطفل برضه من أول اليوم لآخره. الطفل سمع أوامر وبس: كل، اشرب، ذاكر، اسكت. حتى لو في مصلحته الكلام ده بيحس إنه محاصر. اللي بيحصل يا جماعة جوه دماغ الطفل، كتر الأوامر دي بتساوي عنده أول حاجة إحساس بالعجز، تاني حاجة فقدان الاختيار، تالت حاجة طاعة شكلها حاضر بس ما بينفذش منها أي حاجة. الحل العملي يا جماعة 3 خطوات مهمين جدا. أول حاجة لازم تعملي روتين ثابت، تظبطي نومه في وقت معين، أكل، لعب، لأن الروتين بيقلل الأوامر وبيزود الأمان عنده. تاني حاجة خيارات مش أوامر، يعني ممكن تقولي له تلعب مكعبات ولا صلصال، القواعد ثابتة بعد الاختيار. تالت حاجة اختيار معاركك. يعني ايه؟ يعني مش كل غلطة تفضلي تصححي ليه، ركزي على الأهم بالنسبة لك انت. الخلاصة يا جماعة، الطفل اللي يختار غالبا بينفذ، واللي يتحاصر بالأوامر غالبا هيعاند ومش هينفذ أي حاجة، وممكن تندهى عليه ولا كأنه سمعك.